هاي مش بس أسهل طريقة لكيكة البرتقال، كمان أطيب وصفة ممكن تجربوها، هشة وطرية وبتدوب بالتم ذوبان، عن جد إنها بتشهي ولازم تجربوها. أول شي خليط المواد الجافة، كوبين ونص طحين مع 3 معالق صغار بيكنج باودر، وراح أحط برش برتقالتين، بعدين بحركهم كلهم كتير منيح وبتركهم على جنب. هلا بحضر خليط المواد السائلة، عندي 4 بيضات مع معلقة صغيرة فانيلا وكوب وربع من السكر، رح أخفقهم كتير منيح لحتى الخليط ينفش ويتضاعف حجمه. شوفوا كيف ويصير لونه فاتح هيك، الخفق ممتاز. هلا عندي كوب إلا ربع من الزيت، بضيفه بالتدريج شوي شوي وأنا عم بخفق لحتى ما يطلع عندي الهواء اللي دخل وأنا عم بخفق البيض. هيك بضيف الزيت شوي شوي مع استمرار الخفق. هلا بحط ثلث مقدار الخليط المواد الجافة بس ثواني، وبضيف كوب إلا ربع من عصير البرتقال الفريش، عشان يطلع مع الكيك طيب لازم يكون العصير فريش. برجع بضيف الثلث الثاني من خليط المواد الجافة، بخفق هيك لمجرد ثواني. وهلا راح أضيف ثلث كوب من اللبن، يعني الروب أو الزبادي، وبخفق هيك لحتى يختلط عندي اللبن. بعدين بضيف آخر ثلث من خليط المواد الجافة، يعني ضفناه على 3 مرات، وبحرك هيك لثواني بسيطة. ما ببالغ بخفق الطحين عشان يطلع معي الكيك خفيف. وهيك خلاص خلصت من الخفق. هلأ بسبتولا بقلب الخليط عشان إذا في أي إشي على الأطراف أو بالقاع. شوفوا كيف قوام الخليط هيك هش وفلفي، شوفوا ما أحلاه. القالب بخيته بخاخ الخبز، بصفيه فيه الخليط وبدخله بفرن محمى على درجة حرارة 180 الرف الوسط مدة 40 ل45 دقيقة. هلا رح أعمل قطر البرتقال، عندي نص كوب من عصير البرتقال الفريش مع 3 كوب من السكر، وبحطهم يغلوا على نار هادية لمدة 7 دقايق. وهلا بصبه وبتركه عندي يبرد. والكيك عندي شوفوا جهز، طلع من الفرن ما شاء الله، شكله بشهي وريحته بتشهي. تركت الكيك يبرد شوي وبعدين هيك رح أدهنه بالسيرب اللي عملته بقطر البرتقال، ورح أخلي شوي على جنب للتقديم. شوفوا ما شاء الله الكيك هون عندي هيك قطعته. طبعا ممكن تزيدوا كمية سيرب البرتقال إذا بتحبوا، ممكن تضاعفوها كتير طيبة. بصب هيك شوي على قطع الكيك، طعمه بشهي، عن جد لازم تجربوه، من ألذ وصفات كيك البرتقال.